السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. طبعا يا جماعة، لاعب أكبر من أي اسم، يعني أكبر اسم أسطورة في عالم كرة القدم كلنا عارفينه. طبعا لو اتكلمنا عن الأساطير عندنا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ودي الفرصة الأخيرة. الأهلي والهلال والنصر السعودي وريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الآسيوي واتحاد أوروبا وأيضا الفيفا، اتحاد كرة القدم العالمي، الفيفا، كل الناس دي اجتمعت والكابتن محمود الخطيب اجتمعوا على ان ممكن فرصة اخيرة لكريستيانو رونالدو يواجه ميسي في بطولة عالمية رسمية بشكل رسمي، مش بطولة ودية، لأن كلنا عارفين طبعا واحد يلعب في أمريكا وواحد يلعب في السعودية، فمستحيل ما فيش مباريات أوروبية تجمعهم بين بعض. دي حاجة. الحاجة التانية إن هم يقعدوا للكأس العالم اللي جاي اللي هو بعد 4 سنين، مستحيلة يفضلوا يلعبوا لحد 2029. فكل الدنيا، كل العالم، كل عشاق كرة القدم اجتمعوا على انهم عاوزين يبذلوا قصارى جهدهم علشان يشوفوا الاسطورتين الحيتين دلوقتي، ميسي وكريستيانو رونالدو، وجها لوجه. طبعا ده كان في الاول كان تركي آل الشيخ، المستشار تركي آل الشيخ والسعودية عندهم اعتقاد ان الهلال مثلا ممكن يقع في مجموعة نادي طبعا انتر ميامي، فبالتالي يقدر يجيب كريستيانو رونالدو من النصر الى الهلال، باعتبار ان هما الاثنين انديه سعوديه طبعا، وفي صندوق الاستثمار السعودي يقدر يجيب اللاعب من هنا يوديه هنا، وخلاص فتره اعاره شهر مثلا ولا 6 شهور. ولكن دلوقتي النادي الاهلي هو اللي جه في مجموعه انتر ميامي، فبالتالي علشان نشوف كريستيانو رونالدو مع وجها لوجه مع ليونيل ميسي، تدخلت طبعا شركات تسويق عالمية، شركات تسويق رياضية عالمية. ولما نجيب شركات التسويق العالمية تفهم على طول مين وراها شركات التسويق الرياضية العالمية أصلا عربية مش عالمية، تمام؟ فبالتالي تفهم إن الموضوع داخل في المستشار تركي آل الشيخ عايز بأي طريقة يجيب طبعا، وخاصة علاقات المستشار تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي وبالكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي قريبة، إحنا الاثنين يعني مع بعض، بغض النظر عن الخلافات اللي حصلت الأخيرة وراحت لحالها، وبعدين العلاقات رجعت حلوة مع المستشار تركي والنادي الأهلي. فبالتالي يا جماعة في جهود حسيسة من المستشار تركي وشركات التسويق الرياضية العالمية دي لجيب كريستيانو رونالدو، انتقل طبعا للنادي الأهلي على سبيل الإعارة ولا سبيل 6 شهور ولا شهر حتى. وبص، والأهلي لا يتحمل راتب ولا يتحمل فلوس تدفع لفريق النصر ولا يتحمل أي حاجة، ولكن عندهم شرطين اللي هم دول مش شرطين طبعا ماليين، لا شرطين رياضيين وخاصين باللعب في كرة القدم. يعني الشرط الأولاني اللي هو طبعا إن اللاعب يبدأ في المباريات الأساسية في كأس العالم، سواء إنتر ميامي أو بالميراس أو بورتو البرتغالي. والشرط ده سهل، ممكن عادي، احنا جايبين لاعب عالمي، فبالتأكيد هنبدأ أساسي. طبعا لاعبه أساسي، يعني هو هيكون أفضل برضه من أكتر 5-6 لعيبة، يعني من حقه إن هو يكون أساسي في المباراة، والشرط ده مقدور عليه. الشرط الثاني قال له طبعا على غرار نادي النصر وعلى غرار إنتر ميامي، لما جاب ميسي أعطاه الإشارة، والنصر لما جاب كريستيانو أعطاه الإشارة، إشارة الكابتنة. عايزين برضه لما يجي مثلا النادي الأهلي يلبس هو إشارة الكابتنة طبعا في مواجهة إنتر ميامي وليونيل ميسي. وده الشرط اللي هو عكس مبادئ طبعا وسياسة النادي الأهلي هناك. قالوا لا، هو يجي ماشي بس ما يلبسش الإشارة، والرضا عادي يلعب أساسي. ده أكيد احنا هنجيب واحد في مستوى يعني الأسطورة كريستيانو رونالدو، وفي اسم الأسطورة كريستيانو رونالدو من أفضل لاعيبة العالم، فما لناش أي مشكلة طبعا يلعب. دي المشكلة اللي وقفت مع النادي الأهلي. أما بقى التدعيمات التانية 3 أجانب، يعني واحد برازيلي اللي هو طبعا إيفرتون دا سيلفا، وهنقول لكم على 3 صفقات يدعم بها النادي الأهلي طبعا، مع عودة محمود تريزيجيه، مع عودة حمدي فتحي. أنباء طبعا عن عودة حمدي فتحي طبعا علشان يلعب كأس العالم، وخاصة العلاقات بين النادي الأهلي ونادي الريان القطري، وأيضا عودة محمود تريزيجيه نادي الوكرة، وأيضا عودة محمود تريزيجيه، وأيضا خبر انضمام أو مفاوضات الأهلي مع أحمد سيد زيزو أو أحمد مصطفى زيزو، زي ما أنتوا عايزين تقولوا. يعني في ناس تقول لك أحمد سيد زيزو، وفي ناس تقول لك أحمد مصطفى زيزو. إحنا نريح الدنيا ونقول أحمد زيزو على طول، سيبنا من سيد وسيبنا مصطفى، أحمد زيزو. طبعا اللاعب وأبوه الوالد أحمد زيزو اللي هو الوكيل بتاعه، يعني عرض اللاعب على النادي الأهلي وقال لهم يا جماعة احنا عاوزين نوصل لحل وسط، وهو 70 أو 75 ألف 75 مليون جنيه
قيمة صفقة طبعا انتقال حر لأحمد سيد زيزو، وقال لهم الراتب ده أصلا مش هتتكلفوا فيه حاجة، لأن الراتب ده هو نفس راتب الجنوب أفريقي بيرسيتاو. في حالة إن هو يمشي بيرسيتاو هيمشي وهتاخدوا الراتب من ده هتدوه لده. طبعا إدارة النادي الأهلي رفضت الكلام ده. ليه؟ لأن اللاعب أصلا أولا وأخيرا مش بيجري ورا النادي الأهلي علشان حبا في النادي الأهلي، لا بالعكس، لا هو بيحب الأهلي ولا بيحب الزمالك، الراجل بيحب مصالحه الشخصية وبيحب العقود المالية. فدي برضو نقطة مش في صالح أحمد زيزو. النقطة الثانية طبعا الكابتن محمود الخطيب قال له أنت راجل أسطورة في نادي الزمالك، وإحنا عايزين ندخل طبعا نعمل على استقرار نادي الزمالك ومش عاوزين نخطف منه نجوم، واحنا خاصة ان احنا رفضنا انضمامك قبل 3 سنين وكان مستواك اعلى من كده، فمش هنيجي دلوقتي بعد 3 سنين هناخد اللاعب ونقول احنا عملنا ايه، عملنا ضربة معلم على ادارة نادي الزمالك. لا، الحاجة دي برضو مستبعدة. والحاجة الثالثة طبعا ان احمد سيد زيزو لاعب مصري وبيرسيتاو ولاعب اجنبي مهما كان جنوب افريقي، ففي سياسة في النادي الاهلي ان قال لك لا، مفيش اي لاعب مصري يجي يقارن نفسه في القيمة التسويقية يعني مع أي لاعب أجنبي. دي حاجة ودي حاجة، إحنا ما بنديش أي لاعب مصري نفس قيمة العقد بتاع اللاعب الأجنبي، وإلا كنا عطينا أسماء أكتر من أحمد زيزو، سواء طبعا حسين الشحات كان راجل مكسر الدنيا وما زال ما شاء الله مأدي في النادي الأهلي، كنا عطيناه زي راتب بيرسيتاو، ولكن لا، ما بياخدش زي بيرسيتاو ولا زي علي معلول. فدي حاجة ودي حاجة. عامة يا جماعة في تدعيمات كتيرة من النادي الأهلي، سواء البرازيلي اللي هو دي سيلفا إيفرتون دي سيلفا، وأيضا محمد علي بن رمضان، وفي لاعب ثالث اللي هو خليني أقول لكم على اسمه دلوقتي، اللاعب الثالث للنادي الأهلي محمد علي بن رمضان وإيفرتون دي سيلفا، وفي لاعب ثالث خليني أقول لكم اسمه إيه، سوري ديارا. اللاعب الثالث اللي هو سوري ديارا لاعب نادي هاوغوست النرويجي، محمد علي بن رمضان وإيفرتون دي سيلفا. دي أبرز الأسامي المرشحة طبعا للنادي الأهلي، خاصة يا جماعة إيفرتون دي سيلفا الجناح البرازيلي طبعا لاعب بالميراس السابق، يعني هو سبق لي إن هو لاعب في نادي بالميراس. عامة خلينا نستنى الأحداث. طبعا مفيش ولا واحد من محللين كرة القدم أو اللي يطلع على اليوتيوب بيقول لك أسامي، يعني نسمع حتى قنوات التلفزيون بتقول لك 5 لعيبة محترفين، 5 لعيبة برازيليين، 5 لعيبة أجانب في النادي الأهلي. تيجي تدخل على الفيديو أو تتفرج على التلفزيون ما يقولكش ولا اسم، يقول لا لا لا، لاعبين لاتينيين ولاعب أوروبي ولاعب إفريقي ومش عارف إيه، بس ما فيش أي أسامي يا جماعة. في تكتم على الموضوع ده من إدارة النادي الأهلي. عامة نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في كأس العالم. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة وعمل إعجاب للفيديو علشان يوصلكم كل جديد وتفعيل زر الجرس. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.